تفقد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أحد القواعد الجوية للوقوف على مدى الجاهزية والاستعداد القتالي وقدرتها على تنفيذ مختلف المهام لتأمين حدود مصر وحماية أمنها القومي. واستمع القائد العام إلى شرح لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زودت بها طائرات القتال متعددة المهام والهليكوبتر المسلح، كما تفقد معرضا للبحوث الفنية التي يتم تنفيذها بعقول وسواعد رجال القوات الجوية لدعم منظومة الكفاءة القتالية داخل التشكيلات الجوية. كما قام القائد العام بالمرور على أحد الأسراب الجوية وشهد مراحل تلقين ما قبل الطيران، وناقش عددا من الطيارين والأطقم الفنية والهندسية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المتعددة المكلفين بها لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف. وألقى الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية كلمة أكد فيها أن مقاتل القوات الجوية من الطيارين والملاحين والعناصر الهندسية والفنية هم نبت من جيش مصر العظيم الذي أقسم على حماية الوطن والتضحية في سبيل عزته ومجده. وأكد الفريق أول صدقي صبحي خلال لقائه بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين وجنود القوات الجوية أن القوات المسلحة حريصة على بناء وتطوير القدرة القتالية للقوات الجوية وتزويدها بأحدث الطائرات وأسلحة معدات القتال الجوي لدعم قدرتها في فرض السيطرة الجوية على جميع المحاور الاستراتيجية للدولة. وأعرب عن اعتزازه بعطاء رجال القوات الجوية وما يبذلوه من جهد ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة، والذي يضيف رصيدا زاخرا إلى سجل القوات الجوية الحافل بالبطولات والتضحيات من جيل إلى جيل. ودار القائد العام حوارا مع مقاتل القوات الجوية استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة، وطالبهم بالحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة القتالية والعمل بكل شجاعة وإخلاص من أجل حماية سماء مصر. كما قام القائد العام بتكريم المتميزين من مقاتل القوات الجوية من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود تقديرا لتفوقهم وتميزهم في أداء المهام والواجبات المكلفين بها. حضر الجولة الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة.